وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين، خلق اللوح والقلم وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير وحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. اللهم صل على نبينا محمد، أزكى نسب وأعلى حسب وصفوة العرب. اللهم صل على نبينا محمد، زينه ربه وحلاه وجعل طاعته طاعة لله، ومن الخلق اصطفاه واجتباه، وفي القرآن الكريم ذكره وناداه، وأمرنا بالتسليم عليه والصلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، من قناة سلام الفضائية أقدم لكم برنامج في شرف العربية، وهو يتناول تاريخية اللغة العربية. ونحن ما زلنا في سلطنة أوفات الإسلامية، وهي من ضمن السلطنات التي كانت تسمى ببلاد الطراز الإسلامي، التي كانت تطرز البحر الأحمر في حينها، وهي أكبر سلطنة أو مملكة إسلامية، وكان لها دور كبير في نشر الإسلام واللغة العربية. ورأينا في الحلقتين الماضيتين كيف نشأت وماذا قدمت للإسلام واللغة العربية، ولكن دار عليها الزمان وحصل لها انهيار، وتضاعفت جهود الأعداء لإضعاف المملكة وسقوطها في النهاية. فكانت هنالك عوامل داخلية خاصة بمملكة أوفات وظروفها الداخلية، كالحروب الطويلة الأمد التي خاضتها والتنافس على السلطة بين أمرائها. أما العوامل الخارجية فتتمثل في نجاح البرتقاليين في الدوران حول قارة إفريقيا، وتحول التجارة الشرقية إلى طريق رأس الرجاء السالح، ومحاولة سيطرة البرتقاليين على منافذ البحر الأحمر، والتحالف مع الحبشة، مما أدى إلى صراع مملوكي برتقالي حول هذه التجارة، وإنقاذ العالم الإسلامي من سيطرة صليبية. فاشتدت ضراوة الحروب بين المسلمين والصليبيين في القرن الإفريقي، ما يسمى الصراع على البحر الأحمر أو التنافس منذ القدم. فكانت هنالك حروب صليبية لدحر الإسلام والممالك الإسلامية، مما أدى في النهاية إلى سقوط كل من اليمن ومصر على أيدي الأتراك العثمانيين الذين حملوا لواء الجهاد الإسلامي ضد البرتقاليين، بما تسمى السلطنة العثمانية أو الخلافة العثمانية، التي كانت تجاهد في سبيل الله وتنقذ العالم الإسلامي من براثن الاحتلال البرتقالي وغيره. فامتدت سيطرتهم إلى مملكة أوفات التي تأثرت بالحروب البحرية، وكان الأحباش قد التفوا حول القوى البرتقالية التي أحرزت النصر على جيش المسلمين. وكان انتصار البرتقاليين ومفاجأتهم للجيش الإسلامي عام 1543 واستشهاد الإمام أحمد بن إبراهيم الذي يسمى الجران أو الجوري ضربة قاصمة للقوى الإسلامية. فمنذ ذلك الحين نجح البرتقاليون في تطويق العالم الإسلامي، وأدى إلى انهيار هذه المملكة، وكذلك تطويق البحر الأحمر وتحويل طريق التجارة العالمية والقضاء على القائد الإسلامي المشهور
في قرن إفريقيا، وهو أحمد بن إبراهيم المجاهد الذي قام بحركة جهاد ضد الأحباش وضد البرتقاليين الغزاة. وعلى أن سقوط مملكة أوفات لم يكن يعني ضياع السلطة الإسلامية في المملكة أو في المنطقة، فقد تحولت السلطة السياسية إلى سلطنة هرر. بعد انهيار هذه السلطنة الكبيرة سلطنة أوفات تحولت إلى سلطنة صغيرة سميت سلطنة هرر، وهي موجودة الآن هذه المدينة ضمن مدن إثيوبيا حاليا. يحكمها أمراء مستقلون عن السلطة المسيحية التي نجحت في الاستيلاء على معظم مملكة أوفات الإسلامية بمساعدة أوروبية. أما الأحوال العامة لمملكة أوفات فالثابت أنها دانت لها قبائل وممالك إسلامية بالطاعة والولاء، فاستطاع آل والشمع إدارة البلاد بمهارة فائقة، وحكموا حكما عادلا، وبسطوا الأمن والاستقرار، وطبقوا الشرع الإسلامي، وأسسوا نظاما قضائيا مستمدا من الكتاب والسنة، وأقاموا حضارة إسلامية شامخة. وانتهج مؤسسو مملكة أوفات منهجا وراثيا في الحكم، واتخذوا ألقاب سلاطين وملوك. أما التنظيم الإداري لهذه السلطنة فقد قسم السلاطين مملكتهم إلى عدة أقسام إدارية، فقسموها إلى إمارات وأقاليم يحكمها أمراء أمصار يعينهم السلطان أو الملك، ويوصيهم بالخير والصلاح. هذا الملك أو السلطان يوصي الولاة بالخير والصلاح، وأن يحفظوا البلاد، وأن لا يأتي من قبلهم ما يؤذي المسلمين، وأنهم ليسوا من الأسرة الحاكمة فقط. كان يستعين هذا الملك أو هذا السلطان في مملكة أوفات الإسلامية من باقي أفراد الأسرة من الشعب المسلم، وكان من الشعوب التي تخضع لحكمهم كان هنالك ولاة. هذه المملكة ذكرها العمري في كتابه مسالك الأبصار، والمقريزي كذلك في كتابه الإلمام، وعرب فقيه فتوح الحبشة. هذه الكتب كلها كانت، وكذلك أحمد شلبي موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، هذه كلها ذكرت هذه المملكة، وهي كانت قبل 500 عام في هذه المنطقة، ولكن هذا التاريخ ضيع مقصود وحرف، وكاد لا تعرف هذه المنطقة بهذه السلطنات التي كانت تسمى ببلاد الطراز الإسلامي. أما لقب الوزير فقد ظهر في عهد السلطان صبر الدين، كانوا يسمونه صبر الدين، سعد الدين، صلاح الدين، بهذه الأسماء، ولم يوضح مخصصاته الإدارية والسياسية، ولكن الظاهر أنهم استخدموا لقب الوزير كلقب الأمير، سواء أمير الجيش أو الأمصار. وقد ذكر عرب فقيه أن أحمد بن إبراهيم قائد الجيش الإسلامي في أوفات عين عددا من الوزراء يأتمرون بأمره كالوزير عدلي وعباس ومجاهد ونور بن إبراهيم، ومناصبهم الإدارية والقيادية كالأمراء. ولما كانت الشورى في الحكم الإسلامي تقوم مقام الرقابة الإدارية فإن مظاهرها تجلت في مجالس حكم السلاطين والأمراء في مملكة أوفات. هذه المملكة كان لها وجود، وكانت لها إدارة، وكان لها أفق واسع في نشر الإسلام وهكذا. وكان السلطان يعقد مجلسه تحت شعائر وترتيبات مرعية، ويجلس الملك على كرسي مطعم بالذهب، وارتفاعه 4 أذرع، وأكابر الأمراء حوله على كرسي أخفض من كرسيه، وبقية الأمراء وقوف، ويحمل رجلان على رأسه السلاح، ثم ينظر في المظالم التي تعرض عليه. هكذا كان المراسيم الإدارية
في مملكة أوفات. وكانت الشورى من أكبر العوامل التي ساعدت أحمد بن إبراهيم في انتصاراته العظيمة على الحبشة المسيحية أو النصرانية، وأعطى اهتماما خاصا باستشارة أمرائه وقواته، وكان التشاور يجري دائما على اختيار كل سلطان جديد، وكان يشترك في ذلك الأمراء والقضاة وأمراء الأمصار وقادة الجيوش. وكان السلطان يقود الجيش بنفسه في ذاك الوقت، ويضرب عند خروجه للحرب بوق كبير، يضرب بوق كبير مصنوع من خشب شجرة الحنبة. وكانت الأبواق والطبول والطاسات والنقارات وسيلة إعلامية محلية استعملت لجمع أفراد الجيش وأمراء القبائل، خصوصا عندما تصل إلى العاصمة أو المعسكر أنباء انتصارات أحرزها الجيش الإسلامي في جبهة من جبهات القتال، أو لخبر أليم كنعي السلطان. كان أداة إخبارية إعلامية قبل أن يكون هنالك راديو أو تلفزيون في عهدهم، ولكل عهد له وسائله. وعلى الرغم من أن قيادة الجيش من وظائف السلطان، فإنه لتعدد جبهات القتال كان لكل أمير ولاية سلطة قيادة جيشه، وشن الغارات وإنفاذ الجيش إلى وجهته، كما كان السلطان يعهد لبعض الأمراء بقيادة السرايا، وجرت العادة أن يأمروا قوادهم أن لا يقاتلوا الناس حتى يعرضوا عليهم الإسلام. هذه في المناطق التي لم تكن داخلة في السلطنة الإسلامية قبل الهجوم عليها، كانوا يعرضون عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية وإلا فالحرب. هكذا كان للمسلمين قوة وردعا في هذه المنطقة. وانقسم الجيش في المعارك الحربية إلى قلب وميمنة وميسرة، كل منهما مقسم إلى فرق لها أمراء وأعلام مختلفة الألوان والأشكال. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء الكرام. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجكم في شرف العربية، ونواصل ما انقطع عن الحديث عن سلطنة أوفات ودورها في نشر الإسلام واللغة العربية في منطقة القرن الإفريقي، أو في مملكة الحبشة أو شرق أفريقيا، أو ما يسمى بإثيوبيا الآن. وكان لمملكة أوفات راية خضراء مكتوب في وسطها لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانت هذه هي راية أو ما يسمى علم الدولة في هذا الزمان، وبدلها الإمام أحمد بأخرى بيضاء وأطرافها حمراء مكتوب عليها آيات قرآنية. عندما جاء أحمد ابن إبراهيم المجاهد غير في لون الراية فجعلها بيضاء وأطرافها حمراء مكتوب عليها آيات قرآنية، وأبيات من الشعر منسوبة إلى علي بن أبي طالب وبعد الأوسمة. وكان القضاء على مذهب الإمام أبي حنيفة. هذه المنطقة كان فيها المذهب أبي حنيفة والمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنهم، وبعض الإمارات الأخرى تقوم بالإفتاء على مذهب الإمام الشافعي،
ووجد منسب الحسبة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كان يسمى الحسبة. أما أن النظام المالي فمن الواضح أن موارد الدولة الإسلامية التي تمول بيت المال متعددة، وأن مصدر وأسلوب تطبيقها من الكتاب والسنة، فالزكاة والجزية والغنائم والفيء نزلت بشأنها آيات قرآنية، والخراج قرره الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستنباطا من القرآن الكريم، كما قرر العشور بمبدأ المعاملة بالمثل بعد أن فرض على تجار المسلمين في أراضٍ أجنبية، واستلزم الإسلام الاجتهاد في تطبيقها مما لا يخالف الكتاب والسنة النبوية، فجاء تطبيقها على اختلاف الظروف المكانية والزمانية على الوجه الأكمل. وكانت الزكاة موردا من موارد مالية مملكة أوفات الإسلامية. كانت زكاة، التجار يخرجون الزكاة وتوزع على المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، ونظمت أداءها بموافقة الدولة، وأرسلت العاملين لجمعها من المسلمين وتصريفها على مصارفها المحددة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وتشددوا في طلبها لأن عند أهلها محافظة للدين. أما الجزية فكانت مقررة، ويقال أن السلطان سعد الدين رفض جزية سنوية من ملك وثني يدعى إيليبوري، باعتبار أن الجزية تؤخذ من أهل الذمة، كما نتج عن حروب، يعني رفض هذه الجزية وقاتلهم للوثنيين. وأما الجزية فهي لأهل الذمة أو أهل الكتاب، كما نتج عن حروب الجهاد التي خاضتها مملكة أوفات مغانم كثيرة من أموال وأسلحة وأسرى، مما يشكل موردا من موارد الدولة. هذه كانت من موارد الدولة، الغنائم التي أخذوها من الأعداء من أموال وأسلحة وأسرى، مما يشكل موردا من موارد الدولة. وقسمت الغنائم بعد إخراج الخمس منها راجعة إلى تقدير السلطان، بعد أن يخرج الخمس منها راجع إلى تقدير أي قسمة الغنائم بعد انتهاء الحرب، وما يراه مناسبا للمحاربين في سبيل الله. أما العملة فلم يكن لمملكة أوفات دار سك العملة، وكانوا يتعاملون بدنانير ودراهم مصر مما يدخل مع التجار إلى بلادهم. كانت هنالك تجارة بين مصر واليمن وهكذا، كما تعاملت بالذهب الذي يجلب إليها من منطقتي دافور وسخا في الحبشة. وكانت الأوقية من الذهب تساوي حوالي 80 إلى 120 درهما على قدر جودة الذهب ونقائه. وكانت المقايضة خير وسيلة للتبادل التجاري، وكانت الموازين موجودة، ثم ظهرت في القرن الخامس عشر عملة جديدة عرفت باسم ورقة أوفات، يعني جعلت لها سك باسم ورقة أوفات. ثم ظهرت في القرن السادس عشر دراهم في أوفات عرفت باسم الأشرفية والملحقية، إلا أن تاريخ سكها لم يحدد. وكانت قيمة الصاع من الذرة في أيام الرخاء 5 محلق، أي أيام الغلاء، فهو 12 أشرفية. وصاع الملح 25 أشرفية، والبقرة حوالي 300 أشرفية أو أكثر. ونتج عن التركيب الاجتماعي لمملكة أوفات أنه تعايشت فيها جماعات
مختلفة الأعراف من عرب وهنود وفرس وأفارقة، وذلك منذ بزوغ فجر الإسلام في هذه المنطقة وحركة نشر العقيدة الإسلامية. ويعيش هذا الخليط السكاني في المدن الساحلية في منطقة ما يسمى الآن بالقرن الأفريقي، من قبل كانت تسمى ممالك زيلع أو أماكن زيلع، حيث ظهرت في أوساطهم لهجة زيلعية من كلمات عربية وصومالية وعفرية وهندية وربما فارسية. وما زالت الرقصات الشعبية والأغاني الزيلعية ذات الطابع الخاص إلى يومنا هذا موجودة، وتشير إلى ذلك التمازج اللغوي والعرقي. وكانت الأسرة الحاكمة عربية الأصل، وبجانبها التجار والزراع والجنود من العرب المهاجرين. والهنود من أكبر الطبقات التجارية، ويشكل الأفارقة أغلبية مجتمع أوفات. وحسب موقع المملكة أي مملكة أوفات فإنهم كانوا بصفة أساسية من الصوماليين والعفريين والقاليين. القالة يطلق عليها كان من زمان، هي اسم لقبيلة الآن تسمى بأروميا، ولكن هذا اللفظ الآن لا يستسيقونه لأنه يقصد به شيء آخر. فالآن يسمون القالة الآن يسمون بالأروميين أو أروميا. ولم يكن للفوارق اللونية أي أثر في المجتمع، وامتزجت تلك العناصر امتزاجا يكون تاما. وجملة القول أن مملكة أوفات عاشت في قرن إفريقيا ردحا من الزمن، وساهمت إسهاما إيجابيا في نقل الحضارة والفكر الإسلامي إلى تلك المنطقة، كما ساعدت على نشر التراث الإسلامي، فضلا على الدور الذي لعبته في تاريخ المنطقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. فاستمر دفع الحضارة الإسلامية في قرن إفريقيا في الازدهار والانتشار حتى بلغ مداه في أيامها. وشجعت أوفات التعليم الإسلامي الذي هو جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي، كما أن أهلها كانوا يحافظون على دينهم، وعندهم المساجد والجوامع التي تقام فيها الجمع والجماعات. وظهرت المدارس القرآنية بظهور الإسلام، فنظام التعليم عندهم يشبه ما عرف في العالم الإسلامي قبل ظهور المدارس النظامية، إذ بدءا من مرحلة الكتاتيب، كتاتيب خلاوة تحفيظ القرآن الكريم، ثم مرحلة العلوم العقلية والنقلية. واهتم السلاطين والفقهاء والعلماء بأن يحل الدين الإسلامي وثقافته محل الوثنية والمسيحية، ونجحوا في ذلك نجاحا عظيما. وواكبت اللغة العربية وثقافتها حركة المد الإسلامي وانتشاره في المنطقة، وأصبحت لغة التسجيل في دواوين الحكومة والمكاتبات الرسمية وفي القضاء، حتى تركت بصماتها القوية في اللغات المحلية، كما كان السكان يجيدون اللغة العربية. وهذا ما يقوله العمري في كتابه الأمصار. وكلام أهلها يقصد أوفات باللغة الحبشية، ويتكلمون أيضا بالعربية. وشيد أهل أوفات مدارس القرآن الكريم، وفي كل مكان يوجد فيه مجتمع إسلامي، واهتم المجتمع بها وأرسلوا إليها أولادهم. وكانت الأدوات المستخدمة في الخلاوة أو الكتاتيب اللوح والقلم والدوات. وازدهرت الحركة
العلمية في مدن مملكة أوفات، وأصبحت زيلع وهرر وأوفات وبربرة مدنا جامعية مشهورة في مملكة أوفات ودول الطراز الإسلامي. وتنقل الطلاب بين هذه المدن التي اشتهرت بإتقان علمائها علوما معينة، حيث اشتهرت هرر بدراسة علوم اللغة العربية والتفسير والحديث، واشتهرت زيلع بفقه الشافعية، وأعطى المجتمع الإسلامي العلم والعلماء منزلة عالية. وتمنى كل طالب أن يكون عالما من علماء الدين، واندفعوا إلى مجالس الفقهاء والعلماء للنهل من مواردهم العلمية. وبذل العلماء مجهودات هائلة لأداء رسالتهم العلمية، وساعد على ذلك قرب المنطقة من موطن الحضارة الإسلامية في مكة والمدينة والقاهرة ودمشق، ونزحت إليها جميع الفرق والمذاهب المعروفة آنذاك في العالم الإسلامي، كما رحل كثير من أبنائها إلى تلك البلاد، فتنوعت الحياة الثقافية فيها، وأصبح العلماء طبقة ذات وجود مؤثر في البلاط السلطاني. إلى حلقة جديدة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي.